يا أهلا وسهلا بكم جميعا. يا رب تكونوا زي الفل، وتكون حياتكم كلها خير وبركات ويسر ونعيم وفتوحات أينما كنتم وأينما حللتم. حلو، حللتم حللتم ولا حللتم؟ صح. أوكي. يا رب كل الأمور تبقى معاكم تمام. أهلا بكم في لقاء جديد. يا ترى هنتكلم في إيه النهاردة؟ طمنوني بس الأول، هل تسمعونني بوضوح؟ الصوت تمام؟ اعملوا لي لايكات، حركات. أهلا يا كوتش، أهلا أهلا. أي نعم، أهلا. يا سلام على اللايكات، سلام يا سلام. حلو، حلو الكلام. طيب، إذا قولوا لي، حابين نشتغل في الخفيف منه ولا في العميق منه؟ العميق منه، حاضر. العميق طبعا. مفيش حد عايز حاجة لايت كده يا جماعة؟ خفيف ثم عميق يا عيني. يحب كده كويس. ده كلام جميل جدا جدا. طيب، خليني في البداية نسمي الله. الله عز وجل يبارك في هذا الوقت. خليني أنوي معاكم إن الله عز وجل يفتح لي ويفتح لكم، ومن خلالي يتدفق ليكم كل الرزق وكل الفتح وكل النعيم وكل اليسر وكل الداتا. ربنا عز وجل يبارك فيها وتوصل لكل حد فيكم فعلا، تخلي حياته أبسط وأجمل وأوسع، وكل النعم بإذن الله تتدفق عليكم جميعا. طيب، نتكلم مع بعض النهاردة في حاجة جميلة. أنا شخصيا من الحاجات اللي بعشقها جدا الكلام اللي هتكلمه معاكم النهاردة. حبيت أسميه وعي الحفظ. وطبعا لما بنسمع كلمة الحفظ بيجي دايما لبالنا كده اسم الله الحفيظ، واسم الله خير حافظا. خلينا نظبط بس مع في الأول كده فكرة بسيطة. إن إحنا كتير بنبقى بنتعامل مع الحفظ على إننا بنتعامل مع حاجة سلبية، عايزين ربنا يحفظنا منها. دايما دايما لما اقول بس ايه ربنا يحفظنا، فتلاقي بعدها بتيجي الحاجات السلبيه. يقول لك ربنا يحفظنا من كل سوء، ربنا يحفظنا من امراض، ربنا يحفظنا من ولاد اللي مش عارف ايه، ويعني بنلاقي حاجات كده دايما. المهم في حاجه سلبيه، المهم انك تعمل شيلد، تبعد الناس دي، تبعد عنك الافكار دي، تبعد عنك. بس هو في الحقيقه وعي الحفظ هو موضوع اكبر بكتير من كده. هنحاول النهارده نتعمق فيه شوية، لأن أحد أكبر أسرار الثراء في الكون هذا الوعي. والثراء هنا لا أقصد به فقط الثراء المادي، الثراء الطاقي، الثراء الروحي، الثراء المادي. إنك توصل لهذه المساحة وما عندكش وعي الحفظ، ده هيكون تحدي مش بسيط أبدا. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ خليني أحكي لكم في الأول قصة كده خفيفة حدثت معي يعني أيام قليلة. كنت في دبي، وفي هناك حاجة كده السكوتر، لو تعرفوا يعني في السكوتر أعتقد يعني دلوقتي بقى منتشر. بس هو يعني هناك في ابلكيشن، لو أنت ماشي في الشارع أي سكوتر بتلاقيه تروح مشغله، تدفع أونلاين، تمشي بيه المسافة اللي عايزها وتسيبه في حتة تانية. المهم، فكنت أحتسي فنجانا من القهوة وأجلس في الصباح كده مستجم، فلقيت في زوجين تقريبا لسه عرسان جداد او حاجه زي كده، وعايزين يجربوا لعبه السكوتر دي، او ان هم يعني وشكلهم اول مره في حياتهم يعني يقودوا السكوتر او حاجه من هذا القبيل. فبيجربوا بقى الابليكيشن والحكايه والروايه. المهم ايه، فهو يبدو ان الراجل كان يعني شويه عنده قدر من الشجاعه، ولكن زوجته باين انها يعني ايه خوافه جدا. المهم، فقعد يقول لها تعملي ايه وتسوي ايه، وانا قاعد بقى ايه اشرب القهوه كده واتفرج على المشهد ده. وبعدين هو يعني ما بيعرفش يسوق السكوتر، بس جت معاه. يعني كان اول تجربه ليه فظبطت. هي جت تسوق السكوتر، فراحت اتقلبت، والراجل يعني قعد بقى يعتذر لها وحاجات زي كده. ايه اللي انا عايز اقوله؟ اللقطه اللي كانت بتقع فيها. طبعا انتوا عارفين انا مش بقعد اشرب قهوه كده وخلاص، يعني الحياه بالنسبه لي الداتا بقى بتقعد تتحلل واشوف كده حاجات وقصص تطلع معاني.
فهي وقعت بطريقة، يعني اللي جرب منكم السكوتر او حاجه قبل كده، انت في زرار كده بتضغط عليه بيزود السرعه وبيقلل السرعه وحاجات من هذا القبيل، وفي فرامل. فهي زودت السرعه وبقت ايدها قدام وجسمها ورا، وكأن السكوتر هو اللي بيقودها مش هي اللي بتقوده، رغم انها اكشوالي هي اللي بتقوده. بس لان مفيش لسه خبرة كفاية، فكأنها يعني مش عارفة توقفه ولا تسرعه ليه، فبقى هو يجري وهي بتحاول هي تقف، ان هي وقعت. طب ده ايه دخله باللي احنا بنقوله؟ هقول لكم دلوقتي. من مظاهر ان وعي الحفظ مش موجود عندك ان حاجة تانية تكون بتقودك. يعني لو مشاعرك بتقودك، فغايب عنك وعي الحفظ في هذه المساحة. لو شهوتك بتقودك، فغايب عنك وعي الحفظ في هذه المساحة. لو خوفك ان مش عارف يحصل ايه بيقودك، يبقى غايب عنك وعي الحفظ في هذه المساحة. نبدأ بقى نشوف وعي الحفظ بصورة أكبر. اللي بيرزق بوعي الحفظ، اللي بيكون في معية الله الحفيظ، في معية الله خير حافظا، بيؤتى أحد أكبر أسباب القيادة في الكون. إنك تعرف تقود عالمك الداخلي. ولا أقصد بالقيادة هنا إنك تسيطر من عنف، لا، إنك قادر تحفظ اللي موجود. خليني أسألكم سؤال. كام مرة جات لك فرصة حلوة وما عرفتش تحافظ عليها؟ اوكي، اسمع بقى الحفظ من مفهوم مختلف شوية. كام مرة ربنا رزقك بأموال مادية وما عرفتش تحافظ عليها؟ جريت بسرعة، ما عرفتش تجيب بيها ايه، ونزلت عملت شوبينج وقعدت تشتري اي حاجة مش فاهم انت بتشتري ايه، وراحت منك بشكل او بآخر. كام مرة في علاقة جيدة دخلت في حياتك ما عرفتش تحافظ عليها؟ كام مرة كام مرة كام مرة؟ كل ما بيغيب عننا وعي الحفظ مش بتعرف تحتفظ بالشيء. احنا ليه بنشتري تلاجة او ديب فريزر؟ تمام، علشان نحتفظ بالاشياء لفترات اطول. لانك لو ما عندكش التلاجة، فالشيء اللي انت بتجيبه يا اما تخلصه بسرعة، يا اما يعني خلاص هتعيش اليوم بيومه، بس مش هيبقى عندك حاجة لمدة شهر او اكتر او وات ايفر، يعني المدة اللي هتقعد بيها. فبتشتري شيء يساعدك انك تحتفظ بالاشياء اللي في حياتك لفترات اطول، وتقدر تستمتع بيها كل شوية. فنقول كده معلومة ممكن يعني البعض يعني يقول لك ايه يا عم بتقوله. فالتلاجة احد تجليات وعي الحفظ، احد تجليات اسم الله الحفيظ. فلما حضرتك تفتح التلاجة، سمي بسم الله الحفيظ، تذكر اسم الله الحفيظ، ان ربنا رزقك بشيء بيحفظ لك حاجات في حياتك بحالة جيدة. ولكن التحدي دايما في ايه يا جماعة؟ الناس اللي حضرت معايا الريتريت الأخير اللي كان في صلالة، كنا بنتكلم في فكرة النكست ليفل وازاي تروح للنكست ليفل في حياتك. فكان من المعلومات اللي كنا بنتمرن عليها ازاي تعرف تتخلى. لان في ناس كتير بتبقى فاهمة ان انا علشان اروح لحتة احسن في حياتي، المين تارجت ان يبقى عندي حاجات اكتر. بس ساعات في ليفلات احترافية بيكون الهدف الكبير انك تتخلى عن الحاجات اللي اصبحت لا تخدمك، لانك مش واخد بالك انك بتحتفظ باللي مش بيخدمك وبتمشي اللي بيخدمك. يعني ايه؟ يعني انت الباور بتاع الحفظ اللي ربنا مديهولك، انت بتحتفظ بايه؟ فالتحدي اللي بيحصل انك لو تخليت عن شيء، علاقة اصبحت لا تناسبك، فكرة اصبحت لا تناسبك، مرحلة وعي اصبحت لا تناسبك، طريقة ادارة للبيزنس بتاعك اصبحت لا تناسبك، موظفين شغالين معاك اصبحوا لا يناسبونك، نوع عملاء بتشتغل معاهم اصبحوا لا يناسبونك، وات ايفر، ملابس متخزنة في البيت اصبحت لا تناسبك، سوشيال ميديا وصفحات بتتابعها اصبحت لا تناسبك. انت محتفظ بده في واقعك، فسيظل يؤثر عليك. اللحظة اللي بتقرر إنك تتخلى عن أشياء أصبحت لا تخدمك، أول شيء بيحصل إنك مش بتكتسب الوعي الجديد. وركزوا كويس في اللي هقوله.
لان ده من اكبر التحديات اللي بتواجه الناس في حياتها. اول ما بتسيب حاجة لا تناسبك هتخش في فراغ. نقول كمان، اول ما هتسيب شيء لا يناسبك هتدخل في فراغ. ومعظم الناس بتترعب من الفراغ. اعمل اي حاجه، اروح اي مكان، اسافر، اهرب في اي اكل، اهرب في اي علاقه، اشتري اي حاجه، اعمل وات ايفر، المهم ما بقاش فاضي او في فراغ او لوحدي. ما تسيبونيش لوحدي، ما اقعدش مع وحدتي. انا بخاف من وحدتي او بترعب من فكره الوحده. ده اهم محطه هتمر عليها عشان تنتقل للواقع الجديد اللي عايز تسكن فيه، او للوعي الجديد اللي عايز تدخله، او في حال الاكسبانشن اللي عايز تدخل فيه في حياتك، او اي توسع في مساحة هتتخلى عنها بوعي، وهتدخلك في مساحة فراغ. ومساحة الفراغ ديت اللي ما عندوش الباور بتاعة الحفظ، موضوع مش سهل ابدا. لانك اول ما بتدخل في مساحة الفراغ اللي هيحصل كالاتي: هتطلع تجري على القديم، او تملى بسرعة الفراغ ده بأي حاجة. المهم ما بقاش لوحدي. لما تكون عندك وعي الحفظ، لما تكون متصل بالله الحفيظ، لما تكون واعي بخير حافظا، هتبدأ يبقى عندك وعي الحفظ والصبر. بس انت مش قاعد في حال سكون او ما بتعملش حاجة. لان في ناس بتفهم: ايوه جميل، انا دلوقتي خلاص سبت العلاقه ديت، ولا سبت البيزنس اللي انا بعمله، او سبت وظيفتي، او سبت وات ايفر، او في باترن او نمط بشتغل بيه طول حياتي اتخليت عنه، او بدات اتعلم ان ابطل الطريقه اللي بعملها، او عاده لا تخدمني وقفتها. فمش اول ما هتعمل ده هتلاقي الحياه هتقول لك الله اخيرا يا جميل وصلت للحته دي. نو. اول حاجه سيتم اختبارك. هل انت سبت بجد؟ عارفين كده كان في زمان في بعض الاماكن في بعض البلاد لما الناس بتتخانق مع بعض، كان في مقولة كده جميلة بتتقال: الاتنين بيبقوا ماسكين في بعض جدا، مفيش حد بيضرب التاني. وبعدين يبدأ الناس تدخل عايزة تخلصهم، تقول له سيب، يقول له لا سيب وانا سيب، انت سيب الاول بعدين انا سيب، سيب. فاحنا الحاجة اللي بنبقى ماسكين فيها هي بتبقى ماسكة فينا. بس انت لما بتبدأ تسيبها هي بتختبرك: هتسيبني بجد ولا هترجع تمسك فيها تاني؟ هترجع لنفس الطريقة القديمة دي تاني؟ هترجع لنفس العلاقات دي تاني؟ هترجع لنفس الستايل اللي انت شغال بيه تاني؟ هترجع لنفس الباترن؟ لو ما انتبهتش على ده، كل اللي هيحصل في حياتك انك بس هيبقى عندك مساحة فاضية وبتملاها بنفس الطاقة تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا حد طلع من علاقة بين قوسين توكسيك، مع يعني عدم اتفاقي كتير مع الكلمة دي بس هنمشيها توكسيك، تمام؟ حد توكسيك، تمام. فبعد ما انتهت هذه العلاقة التوكسيك، أو أنت قررت إنك توقف هذه العلاقة التوكسيك، وما دخلتش أو ما سمحتش لنفسك تمر بفترة التعافي، الفراغ، شوية الصبر دول لغاية لما تهضم وتستوعب اللي حصل، هتجري بسرعة تدخل علاقة تاني توكسيك. بس أنت غيرت بس الشاسيه، الجثة اللي أنت بتتعامل معاها، جبت شخص جديد توكسيك برضو. بس يعني بتكتشف ده بعد فترة. وده السبب، خلي بالكم، ان ناس كتير بتفضل تعيد وتزيد في نفس الامتحان. يقول لك: هو احنا ليه كل شوية جيلنا نفس المشكلة؟ ليه كل شوية بتكرر في حياتي نفس الألم؟ ليه كل هي الحتة الفنية دي. علشان انت لسه لم تحترف وعي الحفظ. ما بتعرفش تبقى عندك وعي الحفظ. يعني ايه وعي الحفظ؟ عارفين كده المثال اللي يقول لك: يا اخي الراجل ده راسي، الست دي راسية، الناس دي راسية. يعني ايه راسي؟ قراره راسي، تفكيره راسي. ده احد تجليات اسم الله الحفيظ. عنده وعي الحفظ، مش بيتحرك من المعاناة، بيتحرك من الحفظ. طب ده ايه مظاهره في المال حتى؟ في ناس كتير فاكرة ان لما ربنا هيرزقك بمال اكثر انت حياتك هتبقى احسن. قد يحدث مؤقتا، بس انا بوعدك، بوعدك مش علشان يعني اضايقك، بوعدك من واقع. يعني ناس وصلت لمراحل في الثراء عملوا معايا جلسات، انا شايف الطاقة دي فيهم الخلل فين، وعشان كده بيعيد ويزيد نفس البتر. يعني
اللي بيتكسف علشان مثلا يقول لحد انا عايز حاجة معينة فبيتكسف، البيزنس بتاع حضرتك هيكون بيتكسف. ولما يبقى معاك اموال كتير هتفضل تتكسف. واللي بيخاف لو رزقك وسع هتبقى تخاف اكتر. واللي بيهرب، وباترن الهروب هو الباترن المعتمد في حياته، لما رزقك هيوسع هتهرب اكتر. ولو ربنا رزقك بزوج، او رزقك بزوج ورزقك بزوجة، هتهرب اكتر من المسؤولية. ولو بقى عندك عيال هتهرب اكتر. وكل ما الرزق يتسع هيفضح نقاط الخلل اكتر. فانت بتفتكر ان الرزق لما يزيد انت هتبقى تمام. لا، انت بتبقى تمام فالرزق بيزيد. نقول كمان اكن بالظبط حد معاه، يعني بيقولوا ايه في مصر على القربة، يعني معاه اناء. يقول لك اللي معاه قربة مقطوعة، انا بنفخ في قربة مقطوعة. انا بنفخ اهو، يعني قاعد بنفخ. فبالتالي لو نفخت اكتر هحصل نتائج اكتر. لا، الدرين الثقب اللي موجود هيسرب اكتر. فنقاط الخلل اللي موجودة عندك اللي انت مش واعي عليها، انت بيتهيأ لك ان حياتك عشان تكون احسن عايز تجيب حاجات اكتر. سواء في الحقيقة ساعات كتير بتكون حياتك أحسن لما تسد وتقفل درينز أكتر موجودة في حياتك بالتدريج. يعني إيه؟ مثلا لو في حد عنده عادة إنه لما بيوصل لرقم معين، خلي بالكم اللي هقوله ده علشان ده موقف ناس كتير جدا 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 إنها تروح للليفل اللي بعده في أي حاجة. حد مثال مالي علشان ده يعني حاجة الناس بتحتك بيها بشكل يومي. في حد مثلا مراقب نفسه دايما دايما مع الرقم ده، لو حصل ورزقك اتسع انت هتتجن علشان تصرف الفرق ده وترجع للرقم اللي جهازك العصبي بيرتاح عليه. لا، انت مش هتبقى عارف تصرف ايه. المهم اخلص من هذه الطاقة وارجع للي انا متعود عليه. طيب، وكل ما هتحاول تزود ويدخل لك رزق اكتر، هتطلع لك مشاكل، تحديات، هتخترع اختراعات لغاية لما تخلص من الفلوس اللي معاك دي. ليه تاني؟ لان ما عندكش وعي الحفظ. قلنا في لقاء قبل كده وخليني اعيد تاني، اي شيء او اي كيان عايزه يكبر معاك، بالذات كيان المال، في اربع اعمدة اساسية مهمة جدا. انك تعرف تستقبل هذا المال، تعرف تحفظ هذا المال، تعرف تدور هذا المال، تعرف تتصدق بهذا المال. هركز النهاردة اكتر حاجة على وعي الحفظ. يعني ايه؟ لما ربنا يرزقك برقم مالي، ما تجريش تصرف. احتفظ شوية 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 شوية، استنى شوية. لما ربنا يرزقك برزق احتفظ شوية، استنى استنى. وازن الطاقة داخل نفسك. اتعامل مع الفتح اللي بيحصل جوه نفسك ده الأول. استنى شوية. مظاهر ده في الحياة بشكل أبسط كتير. الناس اللي ما بتعرفش تستقبل الشكر، يعني حد عمل عزومة رهيبة جدا وعزم ناس وطول الليل والنهار قاعد بيطبخ ويعمل أكل ونجهز الكراسي ونجهز المش عارف إيه، وبعد ما الناس جت واتبسطت قالت له والله العظيم أنت تعبت نفسك. هو ما بيصبرش، ويا ريته حتى بيقول شكرا انه خدته بالكم. لا لا والله ما عملتش حاجه يا سيدي، كل ده ما عملتش حاجه. احنا داخلين على رمضان طبعا هتفتكروا المثال ده كويس. لا لا والله ما عملتش حاجه. استقبل هذا المدح، استقبل الشكر. لا، ما يمدحش في نفسه ما اعرفش رواه مين اصلا، يعني في ناس ما يمدحش في نفسه مش عارف غير ابليس، ما اعرفش يعني. انا ما اعرفش ان دي كده. بس ايا كان، ان ربنا باعت لك رزق اهو، حد بيقول لك شكرا، فانت بتجري بسرعه تزق هذا الرزق، ما بتستقبلهوش، ما بتوافقش انك تاخده. طيب. حد يقول لك والله انت النهارده لبسك حلو، لا انت احلى، انت جميله، لا انت اجمل. طب يا ست استني بس اكمل. وساعات احنا بنعمل ايه؟ حتى ما استقبلش الدعاء. ربنا يا ابني يكرمك، شكرا يا سيدي، استنى اكمل، عايز في دعوتين كمان عايز اقولهم لك. ربنا يوسع عليك ويكرمك ويزيدك من فضل، خد. وافق انك تستقبل. ولما تستقبل احتفظ شويه. مش بقول لك احبس ده عندك، احتفظ شويه شويه. وعي الحفظ بيعلمنا ازاي انك تكون شخص متوازن. لانك لما هتحترف اللعبة دي،
انت هيكون تدويرك للطاقة اللي عندك، انفاقك للمال اللي عندك، اخراج الكلمات اللي عندك، تطليع الوعي اللي عندك، النصايح اللي بتنصحها مش هتبقى طالعة من طاقة معاناة، مش هتبقى طالعة من طاقة انك عايز تعيش بأي شكل، لان هي دي الطاقة. يلا بقى جالنا فلوس يلا نفرتك، يلا مش عارف ايه خلينا نخلص. واحد قال لي كلمة حلوة والله لازم اردها له، انا مش هيهدى لي بال غير لما ارجع له العزومة اللي هو عزمني. يا سيدي استنى شوية، استنى شوية، استقبل الرزق اللي ربنا اداهولك، وباسم الله الحفيظ احتفظ شوية بالطاقة دي، شوية، اهدى، ارسى، اقعد اتنفس. عارف كده لما حد يبقى قاعد بيجري من مكان لمكان، يقول له بس بس اقعد شوية، اشرب حاجة، اشرب بسرعة واكل بسرعة. الاستمتاع يا جماعة في الحياة موجود داخل هذا الوعي. اللي عنده وعي الحفظ مستمتع. مش هتلاقوا واحد مستمتع قاعد بيجري في الدنيا. بيهدى، بيشرب القهوة بتاعته بروقان، بياكل ويتذوق الأكل بتاعه، بيفكر، بيكتب، بيرسم، بيحتفظ بالطاقة شوية.